سلام احبابي، واش راكم؟ مدابي تكونوا بخير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم رايحه نحكي لكم على كلمات مشتركه بين اللهجه العراقيه واللهجه الجزائريه. اذا راكم تسمعوني اول مره، انا ابتهال من العراق ومانيش جزائريه، بصح نحب اللهجه الجزائريه. المهم اليوم رايحه نقول لكم وشنو هي الكلمات المشتركه بين اللهجه العراقيه والجزائريه. المهم اول كلمه معانا هي كلمه طاوه. طاوة يعني مقلاية. احنا في العراق نقولوا طاوة وانتم مثلا تقولوا طاوة. المهم طاوة هي الحاجة اللي نقلوا بها البيض ولا نقلوا بها اي حاجة مقلية. المهم طاوة حوست على المعنى تاعها. المعنى تاعها ماشي عربي، ماشي امازيغي. المعنى تاعها نظن قالوا، كاين قالوا تركي وكاين اللي قالوا فارسي، ما على باليش. بصح هي الكلمة ماشي عربية وماشي امازيغية وماشي كردية. المهم كلمة طاوة هذه كانت اول كلمة. الكلمة الثانية واللي هي من جذور عربية هي كلمة هاك. كلمة هاك يعني خذ. اوكي. احنا بالعراقي نقولوا هاك للراجل وهاك للبنية، بصح انتم تقولوا هاك للراجل وهاكي للطفلة. الكلمة الثالثة هي عبارة عن مقطعين. كلمة منا وغادي، انتم نظن الناس الغرب يقولوا منا وغادي، زعما من اليوم وغدوة رايحة ندير كذا وكذا. بصح احنا في العراق واش نقولوا منا وغادي راح اسوي كذا وكذا. بصح كي نحب نقولوا غدوة ما نقولوش غدوة ولا غادي، نقولوا كلمة باكر. وكاين الناس اللي يقولوا منا وجاي، وكاين اللي يقولوا منا وغادي. بصح انا بالنسبه ليا وكاهل بغداد الاصليين نقولوا منا وغادي. منا وغادي يعني كابتهال. ان شاء الله راح اسوي لكم احلى فيديوهات هيجي. الكلمه الرابعه هي كلمه حوش. حنا في العراق نقولوا حوش، او نقولوا كلمه ثانيه مانيش حابه نقولها. اوكي، هي كلمه طرمه. اوكي، طرمه ولا حوش. مع انتم تقولوا حوش. هي عبارة عن البلاصة اللي تكون برا المنزل هكذا بشوية قبل ما تروحوا للباب الرئيسي. كاين ناس اوكي كي يقراو كلمة طرمة يروح بالهم بعيد بشوية. اوكي، طرمة ولا حوش، وانتم تقولوا حوش. احنا نقولوا حوش هكذا، يعني الكلمة مفتوحة حوش، انتم تقولوا حوش. اوكي، الى الحوش تسموه تسمية واحدة اخرى ماذا تقولوا لي في لي كومنتار. الكلمة الخامسة هي كلمة البارح. انتم تقولوا البارح، احنا بالعراق نقولوا البارحة. اوكي، بصح هي نفس الكلمة، بصح شوية اختلاف في النطق واختلاف في التاء الآخرية. انتم تقولوا البارح، احنا نقول البارحة. اوكي. وعندنا بالعراق اللي يقولوا امس. اوكي. بصح امس هذو يقولوها ناس الجنوب، بصح ناس الوسط والشمال يقولوا البارحة. وكلمة عربية، بصح كلمة حوش ما على باليش. ما على باليش العربية ولا لا. بصح كلمة البارح والبارحة هي كلمة عربية ذات أصل عربي، يعني مبينة باللي البارح البارحة. اليوم الذي فات. المهم الكلمة الأخرى اللي معانا هي كلمة وخر. وخر يعني ابتعد. احنا ثاني بالعراق نقولوا وخر. ما على باليش إلا أنتم عندكم ناس الغرب يقولوا وخر يعني ابتعد، بس احنا قال العراقيين نقولوا وخر يعني ابتعد. اوكي، تجنبني يعني تزحزح عني قليلا. اوكي، على بها كلمة وخر انتم تقولوها واحنا ثاني نقولوها. ومرات يعني واحد يكون واقف في واحد البلاصة نقول له وخر، وخر منا، زعما روح منا. احنا نقول بالعراقي وخر منا، وخر منانا هكذا، وخر منانا. الكلمة الموالية هي كلمة طاح. طاح يعني وقع. اوكي، ثم في العراقي تقول طاح الليل، يعني طاح، يعني المهم كلمة طاح يعني سقط، حاجة سقطت، طاحت، وقعت هكذا. احنا في العراقي واش نقولوا وقع. وقع يعني طاح. بالصح ثاني نستخدموا كلمة طاح وأيضا معناتها وقع، يعني احنا في العراقي نستخدموا زوج كلمات، طاح ووقع. مرات أنا يعني عموما أقول وقع. أوكي، بالصح كاين كلمات احنا نستخدموا فيها كلمة طاح. مثلا يعني واحدة من الشتائم، طاح حظك. يعني سقط زهرك، طاح زهرك، راح زهرك هكذا، هذا هو معناتها. وعندنا ناس الجنوب يقولوا طاح. بالصح عموما يعني كلمة مشتركة اوكي بيننا وبينكم. انتم يعني تقريبا قاع الجزائريين يقولوا طاح، غير احنا عندنا الوسط والشمال يقولوا وقع، غير الجنوب اللي يقولوا طاح،
وهذا ما يمنعش باللي احنا ثاني أهل الوسط والشمال نقولوا طاح على أشياء معينة، كما قلت لكم هذه المسبة طاح حظك. اوكي، كاين اللي يقولوا طاح صبغك يعني ما بقاش لون في وجهك هكذا. كي تقول هكذا وليت ما على باليش، يعني وليت خاوي بلا معنى هكذا. فهمتوا كيفاش؟ الكلمة الأخرى هي كلمة أحطه. أوكي، أنتم تقولوا نحطه، حطيته، هكذا زعما يعني خليت حاجة في واحد البلاصة، درتها في واحد البلاصة. احنا ثاني نقولوا أقول راح أحط الكتب هنا، أحط. أوكي، وكلمة عربية تأتي من إنك تحط حاجة في بلاصتها. رايحة نحط رايحة نحط الصنيوة في الفرن هكذا، رايحة هكذا يعني بهذه الطريقة. احنا ثاني نقولوا انتم ما تقولوا صنيوة، احنا نقولوا صينية. المهم هذه كلمة مشتركة بين كاع العرب، زعما ما كاش حاجة مميزة تاع صينية على بها ما ذكرتهاش، ذكرتها من مثال زعما. المهم آخر كلمة هي كلمة خليته. وين خليته؟ نسيت وين خليته. خليته نتوما تستخدموها كي شغل خليته تاع حطيته، وخليته ولا تركته. وإحنا ثاني نفس الاستعمال، وين خليته، وين تركته، وين حطيته، هكذا زعما حاجة خليناها تركناها وهكذا، يعني هذه هي نفس الاستعمال. المهم هذه كانت 9 كلمات مشتركة بين اللهجة العراقية والجزائرية. إذا أنتم عندكم أصدقاء من العراق ماذا بي تقولوا لي وشنو الكلمات اللي لاحظتوا باللي هي مشتركة بيننا وبينكم. إذا كان أنا حاجة ما لاحظتهاش ولا نسيتها ماذا بي أنتم تقولوا لي عليها. ونحبكم بزاف، سلام.